ليه السواقه في مصر حاجه يعني الواحد بيبقى طالع كده رب استرها معانا. الموضوع بقى صعب طبعا، يعني الدعاء في كل الاحوال، ولكن الموضوع وصل عندنا بيشيل همه. السواقه في مصر جنونيه. عايزك تتخيل كده، كل مره بتولع فيها البوتاجاز بتاع البيت مش عارف هل الولعه هتولع عادي ولا ممكن يضرب في وشك. موضوع انك بقى تولعه ده يبقى موتر كل مره وانت بتطبخ. ده اللي بيحصل في مصر. العادي والطبيعي انك ماشي جوه حارتك المروريه، اللي جنبك ماشي جوه حارته، اللي جنبك ماشي جوه حارته، اللي بيعدي من شمالك، اللي قدامك ما بيفرملش فجاه. كل حاجه ماشيه بالنظام المعتاد. بس عشان احنا في مصر استغنينا عن النظام ده، وبقى الناس بتعدي من يمينك ومن شمالك ومن فوقك، واللي قدامك ده ممكن يفرمل في اي وقت، واللي وراك ده ممكن يروح كابس داخل في الحاره اللي ما بينك وبين اللي جنبك ومش عارف ايه وبتاع. فانت في مصر طول الوقت فكره انك بتسوق هي في الحقيقه فكره نجاه مش فكره سواقه. انت بتحاول تنجو، ربنا بيسترها معاك. بالظبط. انت طول الوقت بتتوقع الغير متوقع، اللي هو ايه؟ يا ترى الراجل اللي قدامي ده هدى عشان هو ناوي يجي شمال، ولا هو هدى عشان ماسك الموبايل، ولا هو هدى عشان في حاجه قدامه.